جماعة انتوا عارفين ايه اللي حصل معايا وانا بعمل الكيك دي؟ تعالوا لما احكي لكم على الحاجات الغريبة اللي حصلت لي وانا بعمل الكيك القمر دي. عارفين لما تكونوا اساسا مش ناويين تعملوا كيك، ولا انتم في المطبخ الاساسي بتاعكم وحد يفضل يزن عليكم انه عايز كيك و90% من المكونات مش موجوده عندكم؟ هو ده اللي حصل لي. يلا نشوف مع بعض. في البدايه استخدمت 4 بيضات، المفروض كنت استخدم 3 بس من البيض الكبير، بس لان البيض ده كان بلدي فاستخدمت 4 بيضات. بعد كده ضفت عليهم تلت كوبايه من الزيت، وضفت عليهم كمان 3/4 كوبايه من اللبن الرايب اللي هو اللبن. تقدروا تستخدموا الحليب متدوب فيه معلقه من الخل او معلقه من اللبن، بس انا هنا استخدمت اللبن العادي اللي هو الرايب. وبعد كده ضفت عليهم الفانيليا وابتديت ان انا اضربهم. طبعا واضح الايد اللي كانت يعني مصره ان انا اعمل الكيك هي اللي بتقلب هنا في الصوره. بعد كده نيجي للمواد الجافه بتاعتنا. استخدمت كوبايه ونص من الدقيق المنخول، انا هنا الدقيق نخلته مرتين، وابتديت ان انا اضيف عليه، المفروض ان انا اضيف عليه هنا كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام، بس لقيت كل اللي موجودين عندي اللي هم دول اللي هم كانوا معلقتين. هقول لكم انا دويتها ازاي. وبعد كده ابتديت ان انا اضيف عليهم كوبايه ونص من السكر، وقلبت كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. المفروض ان انا كنت في المرحله دي ضفت البيكنج باودر والبيكنج صودا، بس لان انا ما كانش عندي الاثنين فاللي جالي هو البيكنج باودر، فالمفروض ان هو معلقه من ده ونص معلقه من ده، فضفت هنا ظرف واحد من البيكنج باودر. ابتديت ان انا اضيف عليهم بقيه المكونات السائله، وابتديت ان انا ادمجهم كلهم مع بعض. وهقول لكم عوضت ازاي دلوقتي نقص الكاكاو الخام. اول حاجه الكاكاو الخام كماده جافه ابتديت ان انا اعوضه بنص كوبايه من الدقيق، لان انا اعتبرت ان المعلقتين اللي انا ضفتهم من الكاكاو الخام دول يعتبروا ربع كوبايه، هما كانوا اقل. ابتديت ان انا اضيف حوالي نص كوبايه او نص كوبايه ومعلقه من الدقيق. ابتديت ان انا اقلبهم كويس. طب بالنسبه للون بتاع الكاكاو او ان هو شوكليت كيك هتبقى لونها باهت قوي، ابتديت ان انا اضيف بعدها بشر من الشوكولاته. جبت بار شوكولاته وقطعته وبشرته. طيب بعد كده اساسي في كيك الشوكولاته اننا بنضيف ميه مغليه، بضيف 3/4 كوبايه من الميه المغليه، وكتعزيز للنكهه ببتدي ان انا اضيف معلقه من القهوه سريعه الذوبان وبدوبها في نص كوبايه من الميه. يبقى كل الميه المغليه اللي احنا ضفناها 3/4 كوبايه من الميه المغليه، وبقلب كويس جدا وابتدي ان انا اضيفهم على بعض. ودي كانت الشوكولاته المبشوره اللي قلت لكم عليها. انا هنا استخدمت شوكولاته دارك، تقدروا تستخدموا شوكولاته بني او اللي انتوا حابينها، بس انا بحب قوي طعم الدارك شوكليت فيها لان انا بحب اكلها مع الايس كريم. وهنا بعد ما بتاكد ان المكونات بتاعتي كلها اندمجت مع بعض كويس جدا، ببتدي ان انا اصبهم في قالب بكون دهناه بالزبده. طبعا انا هبتدي بعد كده ان انا اغيرهم من القالب ده وانقلهم لقالب تاني اكبر، لان ده كان حجم صغير، فلما كانت الكيكه هتفور في الفرن هتبتدي ان هي تطلع منه. بعد كده طبعا اساسي بحط الكيك جوه قالب تاني، لما يكون القالب مش الومنيوم او حاجه بحطه جوه قالب تاني وبدخلها وعلى ما الكيك تستوي يلا نعمل توبنج للكيك. ابتديت ان انا اضيف نص كوبايه من الميه المتلجه، وضفت عليها نص ظرف من الدريم ويب، هو ده بصراحه هو اللي كان عندي في الوقت ده. ابتديت بعدها ان انا اضربهم مع بعض كويس جدا لغايه ما اخد القوام الكريمي التحفه ده، ودخلتها على التلاجة علشان تسقع، لان انا ما كانش عندي وقت ان انا يعني اسيبها تسقع بعد كده بعد ما الكيك تسقع، فلا دخلتها هي على الفريزر علشان تسقع كويس عشان اضيفها على الكيك. بعد كده اول ما الكيك طلعت من الفرن وهي سخنه ضفت عليها كوبايه كبيره من الحليب. طبعا دي اختياريه، تقدروا تضيفوها وتقدروا ما تضيفوهاش، بس دي حاجه راجعه لكم. وطبعا كان في حاجات كده على وش الكيك ابتديت ان انا اشيلها، وهي مش هتفرق قوي في الطعم لكنها هتفرق بعد كده في الشكل الاخير، لان انا لسه هصب على الكيك طبقه من الكاسترد. دي كانت 3 معالق من الكاسترد دوبتهم في نص كوبايه من الحليب، وابتديت ان انا ارفعهم على النار لغايه ما اخد القوام ده. لو حابين ان انتوا تضيفوا عليه سكر تقدروا تضيفوا عليه سكر. نفس الكلام بالنسبه للحليب اللي احنا سقينا بيه الكيك، لو حابين تضيفوا عليه سكر تقدروا ان انتوا تضيفوا عليه. بعد كده خليت الكيك تسقع في الفريزر لمده نص ساعه، وابتديت بعدها ان انا اصب عليها طبقه الدريم ويب او الكريم شانتيه اللي انا كنت عامله. وعايزه اقول لكم ان انا لغايه الخطوه دي وانا كنت شايفه الكيك دي مش هتطلع حاجه حلوه، يعني هتطلع حاجه كده اي كلام، لان طبعا 3/4 مكوناتها مش موجوده والدريم ويب مش موجود وحاجات كتيره كده ناقصه. بس لغايه الخطوه دي وبعد كده وبقى وانا بفرش عليها الكريم شانتيه حسيت انه لا الكيك دي هتطلع تحفه. وطلعت يا جماعه فعلا خطيره، كان طعمها تحفه جدا جدا جدا. ولو بتحبوا ان انتوا تاكلوها مع الايس كريم حطوا جواها الدارك شوكليت زي ما قلت لكم، ورشوا عليها من فوق كمان ده الدارك شوكليت، وضيفوا عليها الايس كريم اول ما تطلع من الفرن. طعمها خطير يا جماعه، جربوها. وجربوا كمان ان انتوا تضيفوا عليها كمان الدريم ويب، وتضيفوا عليها كمان تخلوها تسقع شويه. ولو حابين ان انتوا تاكلوها مع الايس كريم تقدروا ان انتوا تضيفوها عليها وهي سخنه. بس جربوها حقيقي، احلى غلطه